الأمريكية قادمون من شمال إفريقيا. خوتي خواتاتي قراء هيسبريس، مرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم غادي نناقشوا الامازيغيه في امريكا. من هذا الغرض صرفنا معنا كل من المناضل والناشط الامازيغي مستر زهير والناشط سي مصطفى. كما عودناكم اول سؤال تقليدي غادي نقدموا الضيوف ديالنا. سي زهير، قبل ما نقدم راسي اولا بغيت نشكرك على الاستضافه لهذا المنبر، وبغيت نوجه واحد التحيه بمناسبه العيد المراه. تحيه لجميع النساء ديال العالم وبالاخص المراه الامازيغيه. نفوتوا للتقديم. زهير من المغرب، كنحضر بالضبط منطقه الريف. تقريبا انا من الجيل الثاني اللي جاوا الولايات المتحده الامريكيه، وكما شرتي قبل مناضل سابق في الحركه الثقافيه الامازيغيه في مجموعه من المواقع في المغرب، وحاليا مناضل داخل الحركه الامازيغيه في امريكا. سي مصطفى. مصطفى من كيبان، هي في اقليم الناظور. ماشي الناظور مدينه، اقليم الناظور. كيبان. تابعت الدراسه ديالي في اسبانيا، وجيت هنايا الولايات المتحده باش نخدم هذه 15 ولا 16 عام. كنشكرك طبعا سي صابر على هذا البرنامج وعلى على الخدمه اللي كتقدمها الجاليه المغربيه في الولايات المتحده. اوكي، ندخلوا في الموضوع سي زهير. اول سؤال، هضرنا شويه على الحركه الامازيغيه، البدايه ديالها كيف الفكره هنا، كيفاش كتخدموا فيه؟ البدايه الحركه الامازيغيه قيل مصطفى سبق لي الولايات المتحده الامريكيه، هو وقيل يكون شهد على الانشاء ديال الحركه الامازيغيه في الولايات المتحده الامريكيه. مصطفى. النشأة ديال الحركة الأمازيغية في الولايات المتحدة كانت في بداية الثمانينات، وكانت كونتينويشن، استمرارية للرابع الأمازيغي في القبائل، في الجزائر، في القبائل. مجموعة من المناضلين جاوا، وبالضبط هنا في مدينة بوسطن، ونشأوا ACA which is Amazigh Cultural Association in America، وهي كانت البداية اللي من خلالها مجموعة من أمازيغ التحقوا، ومن بعد تفرقوا على جميع المدن في الولايات المتحدة، وكانت هذه النشأة ديال الحركة الأمازيغية بالولايات المتحدة. ومن خلال من ثم تطورت إلى الوضع الحالي اللي غنتكلموا عليه. قبل تاخذوا سي زهير، هضرنا شويه على كيفاش ثم الاهداف ديالها، كيفاش كتخدموا الاهداف ديال الحركه ديال الجمعيات اللي كاين حاليا ديال الامازيغ في داخل الولايات المتحده الامريكيه هي عباره عن اهداف ديال العامه ديال الحركه الامازيغيه اون جينيرال، اللي كتمثل في مجموعه من الاهداف سواء ثقافيه او لا سياسيه او لا اجتماعيه او لا اقتصاديه او لا اي حاجه كتتطلب الانسان الامازيغي، يعني بصفه يعني قريبه ولا بعيده. كما شرط الاهداف ديالنا حاليا في امريكا هي اهداف غالبا بدات اهداف ثقافيه اللي كتبلور حول محاوله لتشهير او التعريف بالثقافه الامازيغيه، تعريف بالهويه الامازيغيه، تعريف باللغه الامازيغيه، وهذا من جانب ثقافي. اما من جانب الاخر اللي هو مثلا السياسي ولا الاجتماعي، كنحاولوا ما امكن حنايا في داخل الحركه الامازيغيه وفي داخل الجمعيات اللي دايرين هنايا في المجتمع الامريكي، محاول ما امكن نعرفوا بالقضيه الامازيغيه او نعرفوا بمعاناه الانسان الامازيغي اللي كاين في تماسكه او في شمال افريقيا، ومحاوله جذب الاهتمام ولا الراي العام الدولي حول المعاناه ولا الاضطهادات اللي كيعاني بها الانسان الامازيغي بشكل عام في شمال افريقيا، اللي في ليبيا ولا في الجزائر ولا في المغرب. كتقول امازيغ، ما كتعني كلمه امازيغيون، اش كنعنيو بهم؟ شكون هما؟ وبالنسبه لي انا شخصيا، امازيغ هو اي انسان كاين حاضر من شمال افريقيا او تامزغه، انه امازيغي.
الا بالطبع اللي ما باغيش يعتبر راسه امازيغي فهو حر. هذا هو اعتبار نحن بالنسبه للامازيغي، بالنسبه لي شخصيا تعرف. وكيكون هنا صريحين واحد شويه، حيت اغلبيه ديال الاسئله كتجي على البرنامج والنقاش اللي كندار كما شفتوا الفيسبوك، فيما كتكون شي حفله كتنظموا شي حفله اللي هي ثقافيه وتعريفيه بامازيغ، كنلاحظوا كما راه حتى نلاحظوا بزاف الناس غياب الدرابو ديال المغرب. يمكن لك تشرح لنا القضيه علاش ملي كتكون شي حفله ما كيكونش درابو؟ قبل ما نطرقوا هذه القضيه ديال العالم المغربي، بغيت نشير واحد الفكره، هي انه الاحتفال بالسنه الامازيغيه هو كيعبر على الشعب ديال شمال افريقيا اون جينيرال، يعني بصفه عامه، من فيها تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر والصحراء وكل شيء. يعني لما تجيب علم ديال دوله ما، حنايا بعدا في حالتنا الامازيغيه ما كنفرقوش ما بين الدول، يعني ما كنلغيو الحدود وكنفكروا بصفه شموليه على يعني الصبغه ديال شمال افريقيا اللي هي مثلا كتجمع جميع الشعوب. والفكره ديال العالم الامازيغي هي فكره كتوحد الراي الامازيغيه، كترمز للوحده ديال الامازيغ، سواء كان مغربي سواء كان جزائري سواء كان تونسي سواء كان اي. وهذه الجانب الثاني هو انه من داخل المجموعات اللي كينظموا السنه الامازيغيه، يعني كنقول لك انا في مدينه بوسطن، داخل المجموعات كاينين الناس اللي ماشي مغاربه معانا. يعني الا درتي مثلا عالم مغربي ولا عالم تونسي في الخشبه او لا شرطي ولا شي حاجه، يعني بحال كتقصي الانسان الاخر، كتقصي الانسان الامازيغي الاخر اللي حداك. الو حنا تجنبا لهاد الشؤوب، يعني الشائبات كاملين كيحاولوا يمكن كنخرجوا واحد العالم اللي هو كيعبر على جميع سكان شمال افريقيا. وهذا يعني انه حنا كنقصيو شي عالم معين. الناس اللي كيحضروا عندهم جميع الصلاحيه وعندهم جميع الحريه باش يجيبوا الاعلام ديالهم. مؤخرا واحد السيد كان جوج الدرابو ديالو ديال المغرب وكان كل فرح. حنا كل واحد منين جا، كما قلنا حنايا دوك الاعلام اللي كاينين في شمال افريقيا كتعبر على كنسميوها اعلام ديال التفرقه اللي كيفرقوا بين الدول ديال شمال افريقيا او الدول الشعوب ديال شمال افريقيا اللي هما الشعب واحد في الاصل اللي هو الشعب الامازيغي. الوغ حنايا باغيين انه نكرسوا ديك الفكره ديال انه علاش حنايا غنجيبوا الاعلام بزاف، انت ليبي ولا انت مصري ولا شي حاجه، جيب واحد العالم اللي هو امازيغي ولا كيرمز لجميع الشعوب بدون استثناء. ولا وهذه من جهه. والجهه الثانيه بغيت نركز على النقطه ديال حيت كاين بزاف الناس سالوا على الطبيعه ديال العالم الامازيغي، شنو كيرمز ليه. يعني حيت استقبلت بزاف ديال الاسئله على شنو كيرمز العالم الامازيغي. الرمز العالم الامازيغي مقسم ثلاث الالوان، اللي هو الازرق في الطاب، يعني ازرق في فوق ديالو، في الوسط كاين الاخضر والاخر كاين الاصفر. وتوسطوا واحد حرف تيفيلا او حرف امازيغي اللي هو ازا او يز، اللي هو الزين، حرف الزين بالعربيه. اوكي، بقاو ديما في هذا السياق. ملي كيكون كما هو شرح لنا، واخا ملي كيكون حفل كنلاحظوا الدرابو ديال الامريكان، كنلقاو الدرابو اللي قلتي العالم اللي كيوحد الامازيغ، وكنلقاو وحده الدرابو ديال الامريكان. شرح لنا القضيه. قبل ما نمشي للعالم الامريكي، بالنسبه لي هذا السؤال بعدا في واحد الايحاء اللي كيشكك في الوطنيه ديال الامازيغ. وهذا بالنسبه لي انا قبل كل شيء هو جهل بالثقافه الامازيغيه. بالنسبه للامازيغ هو جهل بجهل كيف وشحال الامازيغ كيحبوا الاوطان ديالهم تامورت او تمازيرت الى حد التقديس. الامازيغ وطنيون يحبون تامورت تمازيرت اكل الى حد التقديس، والامازيغ ليس لهم وطن اخر خارج تمزرة. هذا بالنسبه لي انا، الناس اللي كيسالوا السؤال، وبالنسبه لي انا جهل بالثقافه الامازيغيه. باش نمشي للعالم الامريكي، العالم الامريكي طبعا حنايا المواطنين الامريكيين والعالم الامريكي، خصوصا هنا في بوسطن. لا ادري على، ما عرفتش على المدن الاخرى، ولكن هنا في بوسطن العالم الامريكي في القاعه اللي كنكريو ما غنهبطوش من تما، ما عندنا حتى شي مشكل مع العالم الامريكي.
بالنسبه للسؤال ديالك بالنسبه لعداله الزهر الاول، وهو انه انا شخصيا اغلبيه الاحيان كنكون في اللجنه التنظيميه وكنقلبوا على اللي كيجمع الامازيغ بصفه عامه، ماشي اللي كيفرقهم، والعالم الامازيغي واحد الرموز اللي كيجمع جميع الامازيغ. الشق الاخر هو ان ما عمرو حنا منعنا شي واحد باش يجيب اي عالم غير مغربيه ولا ماشي غير مغربيه، وما عرفتش انا علاش مثلا دوك الناس الحاجه الاولى ما عرفتش الجنسيه ديالهم ولا الدين ديالهم ولا الاصل ديالهم. حنا اي واحد كيجي للقاعه مرحبا به. اوكي دوز اشاره بسيطه بالنسبه للهضره على العالم الامريكي وفي القاعه، هو انه خص الانسان يعرف ولا الراي العام يعرف بانه العالم الامريكي في ذاك القاعه هو شيء لا بد من بغيت نقول انه في الكونترا اللي كنسنيوها مع القاعه كتقول لك انه لا يمكن طمس ولا انزال ولا اي حاجه من هذا القبيل على ملي كنسني كونترا معاهم كاينه في واحد بند بالبنود ديال الكونترا وديال العقد اللي كتسني مع هذا كيقول لك هذا العالم يبقى هنايا، ما يمكنش لا تدركوا شي حاجه ولا تهبطوا ولا حتى شي حاجه، يعني تخليه بلاصتو. السؤال لكم بجوج الان دابا، واش نتوما راضيين على فين وصلت المسيره؟ يعني فين وصلت الحركه، فهمتي؟ وداكشي اللي حققت الحركه، واش نتوما راضيين على ما حققتم الى حد الساعه؟ وراضيين طبعا ديالنا، عندنا طموحات، ولكن كنعرفوا ان الامكانيات ضعيفه، ولكن عندنا طموحات باش الامازيغ هنا في الولايات المتحده يكون عندنا فعل ليس فقط ثقافي بل وهوياتي، بل also فعل سياسي. كنا بغينا الامازيغ هنا في امريكا انهم يشاركوا في المجتمع الامريكي، في العمليه الديمقراطيه في المجتمع، ومسلسل ديمقراطي في الولايات المتحده، وكان عندنا مساهمه في المسيره الديمقراطيه وفي ازدهار الحريات وحقوق الانسان في الولايات المتحده، ونكون عندنا واحد الفعل سياسي انه على المستوى البعيد يكون مساهمه ايضا في توجيه السياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه. وطبعا هدف الولايات المتحده بغينا ايضا يكون عندنا فعل سياسي على انه نساندوا امازيغ سواء في شمال افريقيا في الهموم ديالهم وفي الطموحات ديالهم. وهنا كانت عندنا مثلا درنا واحد فاند رايزين، وهي التبرعات بالنسبه اللي صرفناها للاطفال في الاطلس الكبير، وكذلك ضحايا الفيضانات في المغرب. وبغينا يكون عندنا واحد التاثير اكثر، ولكن في حد الساعه هناك نواه، وهنا بالخصوص بالنسبه لي بالخصوص انا شخصيا الاولويه كان دائما هو الجيل الثاني، هو الشباب، وانه نقدموا يتعرفوا على الثقافه ديال الموروث الثقافي والهوياتي ديال الاجداد ديالهم عن قرب. وهذا هو الحقيقه، هذا هو الدور اللي لعبوا ماشي الجانب الاحتفالي ديالو، هذا هو الدور اللي لعبته دوز اللقاءات والندوات والمعارض والاحتفالات الفنيه اللي قمنا بها. هذه الدور الكبير بالنسبه لي انا، وانه تعرف الجيل الثاني على الثقافه ديالو والهويه ديالو، ويكون هناك استمراريه في افق انه واحد المستقبل يكون عندنا واحد الامكانيه اللي نقدروا نعطيو اكثر. الامازيغ كحركه هذو اللي كيكبروا هنا كيفاش كيبقى ديك الاستمراريه؟ الاستمراري هو عباره عن مثلا كنديروا هاد الامازيغ نيو يير، هو السنه الامازيغيه اللي كنديروها في امريكان هي ديما مركزه الدرجه الاولى حول الاطفال، حول الجيل الثالث. كنبغيو نعرفوهم حيت هما ما شافوش شمال افريقيا، ما شافوش المغرب، وما ما ترعروش في المغرب، واخا كيمشيو زياره شهر ولا سيمانه ولا 2 سيمانات. كنحاول ما امكن نوجدوا داك الارتباط ما بين الموروث الثقافي والحضاري ديال الامازيغ واللغوي ديال الامازيغ، وكنسقوا ما بين هنايا الاطفال وما بين كان هما يمكن
امبورتيو الحضاره، واخا مثلا صعيب الحال ولكن ممكن نبورتيو الحضاره والثقافه الامازيغيه لهنايا وكنحاولوا نشروها للاطفال. ومن بين هذا الشيء اللي كنديروا لقاءات تربويه ديال الاطفال خاصه بالاطفال. كنجيبوا الاطفال كنعطيوهم كندير لهم مثلا قاعه سينمائيه وممكن كيتفرجوا على رسوم متحركه بالامازيغيه فور اكزامبل. كنحاولوا ممكن ندير لهم نشاطات ديال التقويه ولا الدعم التقويه بالنسبه للحرف الامازيغي. كندير لهم بسميتهم، كندير لهم بالحروف، كنعطي لهم مثلا حوايج اللي مثلا كتيبات صغيره عباره عن قصص صغيره ولا مثلا مكتوب بالتيفينا وتحت منها سبتايتلز ولا بالشرح بالترجمه الانجليزيه باش نوصلوا. واخا ما وصلناش مثلا اللغه يمكن نوصلوا الثقافه، حيت الثقافه الامازيغيه ليس فقط عن اللغه ولكن الثقافه الامازيغيه هي حتى موروث، حتى عادات، حتى تقاليد، حتى بزاف ديال الانواع. الا ما قدرناش نوصلوا اللغه الام الامازيغيه لهاد الاطفال بحكم المنطقه وبحكم انه قاس باش توصل هذه اللغه، كنحاولوا كنوصلوا ثقافه، كنوصلوا انكم نقول لهم الاطفال حنا في 14 من يناير كنحتفلوا بالسنه الامازيغيه. هذه الامازيغيه كانوا كيحتفلوا بها الاجداد ديالنا قرون وقرون وقرون. هذه هي النسقيه وهذا هو التاريخ ديال هذا الشيء كامل. شي رساله سي مصطفى باش نهيو الحلقه، رساله بغيت تقول للجمهور في اختصار شديد اذا سمحت. طبعا كما قلت انا ان جميع الانشطه اللي وجدنا الدور الاول كان هو خلق فضاء اجتماعيه للامازيغ من جميع الولايات المتحده وخصوص في الشرق باش يتلاقاو ويتبادلوا الاراء، ومن ثم نخلقوا نواه لجاليه امازيغيه واعيه بالهموم والمشاكل الامازيغيه ولها طموحات في التاثير في المحيط ديالها سواء في الولايات المتحده او خارج الولايات المتحده. وكان عندنا ايضا علاقات بالمبادرات المدنيه الاخرى خصوصا هنا في بوسطن، وعندنا اتصالات معهم وكيعرفوا بلي حنا كنساندوهم في جميع المبادرات ديالهم. شي رساله؟ الرساله الوحيده اضافه للشيء اللي قال مصطفى، الرساله الوحيده اللي عندي هي انه حنايا ماشي كما كيشوفونا الناس، حنايا مفتوحين على جميع الثقافات وجميع الجمعيات المدنيه وجمعيات الحقوقيه اللي كتشتغل في المجتمع الامريكي. مفتوحين على اي مبادرات تنسيقيه، مفتوحين على اي ندوات مشتركه ما بين الطوائف ولا ما بين مثلا الجمعيات ولا ما بين مثلا القوميات اللي كاين في المجتمع الامريكي. حنايا الغايه من هذا الشيء كامل هو محاوله تعريف الثقافه الامازيغيه ونفس الوقت محاوله مثلا التنسيق مع اللجان او التنسيق مع الطوائف اللي كاين في امريكا ولا الجمعيات اللي كاين في امريكا. لذلك هذا نداء الناس اللي باغيين يتعرفوا علينا اكثر ولا اللي باغيين مثلا يخدموا معنا ولا ينسقوا معنا، هذا نداء لهم. وحنايا في المعلومات ديالنا متوفره في الفيسبوك وجميع المواقع من بعد الغوباشو. اي واحد بغى كما قلت، اي واحد بغى ينسق ولا بغى يتعرف على الثقافه الامازيغيه ولا بغى عنده شي اسئله ولا عنده باغي شي معلومات ولا باغي استفسار كما قلتي على العلم الامازيغي ولا يتفضل مشكورا. وحنايا وكل اذان صغيره نجتمعوا معاه ونديروا معاه وقت وما يكون ان شاء الله. في نهايه الحلقه كنقولوا كنرى الاخوه متفقين معايا اننا مغاربه سواء امازيغ او عرب فاننا كيوحدنا الدين وكيوحدنا حب الوطن. شكرا على تلبيه الدعوه. شكرا خويا. شكرا لكم. السلام عليكم. الى اللقاء. تشوفوا حلقه جايه ان شاء الله. And I hope that events like this can inspire all North Africans to embrace their Amazigh identity and appreciate it, because this heritage unites all of us across political boundaries and nationality. You know, when you go to Casablanca or Rabat, Fez, you see a different side of North Africa. But when you go in the Atlas, you see the roots. You see the original heritage. You see everything. It's a time capsule. And this is where I really felt a part of my identity coming along.